هو البريد المصري يا جماعة، المنظومة الكبيرة الوهم دي اللي موجودة من سنة 1800، يعني بتدار ازاي؟ ايه العقلية اللي بتديرها؟ انا مش عارف. الناس دي عاملين خط ساخن، تتصل بالخط الساخن زي الفل، رسالة مسجلة مفيش غيرها على مدار السنة. يقول لك لو متصل عشان تفعل الفيزا روح فعلها في البريد. انت هتعرفنا ليه؟ مش بمعنى الكلام يعني. لو متصل عشان هي الكلمه اللي بيقولها، جميع موظفينا مشغولون الان، لو متصل عشان تفعل الفيزا روح فعلها في البريد والخط يتقطع. يعني مثلا مش يديك انتظار عشان تكلم حد، لا الخط يتقفل، تتصل تاني. احنا موجودين طول اليوم من 8 ل 10 بالليل لتلقي شكواكم، جميع موظفينا مشغولين الان، لو عايز تفعل الفيزا روح البريد، الخط يتقفل. ما تديني فرصه اكلم الموظف اللي عندك، ما تعمل زي كل الناس. ولا انت ما عندكش موظف قاعد وهي رساله مسجله؟ عاملين موقع الكتروني اللي هو للشكاوي، بريد الكتروني تروح تسجل فيه، محدش يعبرك. فيسبوك منزلين صور وعاملين افتتاحات وعاملين مراسلات على الماسنجر، تبعت لهم رساله، محدش قاعد اصلا، محدش يعبرك، مرحبا بك. بس كلها حاجات مسجله واتنست. طب مكلفين نفسكم ليه؟ طب انتوا فاتحين المواقع دي ليه طالما انتوا مش عارفين تديروها او ما عندكوش شباب يديرها؟ يا جماعه في حاجات محتاجه الشباب يديرها. المواقع الالكترونيه وعلى الفيسبوك وعلى الماسنجر محتاجه انك تعين شباب يرد على الناس. البريد المصري ده شكواه كتير والمشاكل بتاعته كتير. خلي ناس قاعده ترد، شباب قاعده ترد على الناس. كبار السن ما يعرفوش يقعدوا يردوا على الناس. ما تعملوش حاجه وهميه تضحكوا بيها على الناس وهي مش شغاله اصلا. انا بعت طرد من يوم واحد في الشهر بالبريد المستعجل، الى الان ما وصلش. لا حد اتصل بيا قال لي رجع، ولا حد اتصل بيا قال لي وصل، ولا حد بيرد على الشكوى بتاعتي. طب ايه اعمل ايه؟ خلاص راح يا فندم، كل سنه وانت طيب. ليه؟ عشان البريد بيدار بعاليه 1850، وهنفضلوا كده في العك ده لغايه ما المنظومه الناس تفهم ان في ناس لازم تقعد تديرها، شباب تقعد تدير المواقع دي. كبار السن مش هيعرفوا يديروا المواقع دي. يا رب نستوعب، يتوب علينا ربنا.